في أثر. دايما بنحاول نفهم هو إيه الفرق بين الناس اللي بتنجح وبتوصل والناس اللي بتفضل واقفة في مكانها. النهاردة هنكشف سر واحد، فرق بسيط قوي في طريقة التفكير، بس نتيجته ممكن تغير كل حاجة في حياتنا المالية. خلينا ندخل في الموضوع على طول. تخيلوا معايا كده 2 صحاب بدأوا حياتهم تقريبا بنفس الظروف ونفس المرتب. بعد 10 سنين واحد فيهم بقى معاه فلوس وعايش مرتاح، والتاني لسه بيشتكي من المصاريف ومحلك سر. يا ترى ايه اللي حصل؟ السر ما كانش في الفلوس، السر كان في الدماغ، في العقلية. مستعدين نعرف الفرق؟ والكلام ده مش من اختراعنا، دي خلاصة أفكار واحد اسمه روبرت كيوساكي في كتابه المشهور الأب الغني والأب الفقير. الكتاب ده حرفياً غير تفكير ملايين الناس في العالم عن الفلوس، والنهاردة إحنا هنلخص لكم أهم الأفكار اللي فيه. أول فرق جوهري بين العقلية الغنية والعقلية الفقيرة بيبدأ من سؤال بسيط قوي. الواحد بيدور على إيه؟ بيدور على الأمان ولا بيدور على الفرصة؟ العقلية الفقيرة بتفكر إزاي؟ بتقول أهم حاجة وظيفة ثابتة، مرتب مضمون ينزل آخر الشهر عشان أعرف أدفع الفواتير والأقساط وأنا مطمن. وده طبعا مش غلط، بس مشكلته إنه بيحبس الواحد في دايرة مقفولة. أما بقى العقلية الغنية فبتشوف الوظيفة دي مجرد خطوة، مش نهاية الطريق. هدفها الحقيقي إنها تدور على أي فرصة تعمل منها فلوس، حتى لو مشروع صغير جنب الشغل، أو تشتري حاجة وتأجرها. النقطة الخطيرة هنا هي إن الحياة نفسها بطبيعتها متغيرة، ومفيش حاجة اسمها أمان 100%. فاللي بيقضي عمره كله بيجري ورا الأمان هو ده أكتر واحد بيخاطر بإنه يفضل واقف في مكانه، والفرص بتعدي من جنبه كل يوم وهو مش واخد باله. طيب تمام، ازاي طريقة التفكير دي بتتحول لفلوس حقيقية في البنك؟ هنا بقى هنيجي لأهم درس مالي ممكن نتعلمه في حياتنا كلنا، الفرق بين الحاجات اللي بنصرف عليها فلوسنا. الأصول بالبلدي كده هي أي حاجة بنمتلكها وبتدخل لنا فلوس، زي مثلا شقة صغيرة مأجرينها، كل شهر بيجي لنا منها إيجار. الفلوس دي بتدخل جبنا من غير ما نشتغل عشانها بشكل مباشر، ده كده اسمه أصل. وعلى الناحية التانية بقى في حاجة اسمها الخصوم، ودي العكس تماما. أي حاجة بنمتلكها بس بتسحب مننا فلوس، زي العربية الجديدة اللي جايبينها بالقسط. كل شهر بتدفع قسطها وبنزينها ومصاريف صيانتها، دي كلها فلوس بتطلع من جيبك، ده اسمه خصم. وهنا بقى ملخص الليلة كلها. العقلية الفقيرة بتقضي عمرها تشتري خصوم زي عربية أحدث أو موبايل أغلى، وهم فاكرين إن دي حاجات ليها قيمة، والحقيقة إنهم بيشتغلوا ليل نهار عشان يصرفوا على حاجات بتسحب منهم فلوس أكتر. أما العقلية الغنية فبتركز كل قرش زيادة معاها إنها تشتري أصول، حاجات تجيب لها فلوس، وبكده بيخلوا الفلوس هي اللي تشتغل عشانهم مش العكس. بس الموضوع مش كله فلوس وحسابات، الفرق الأكبر ساعات بيكون جوه نفسنا، في الطريقة اللي كل واحد فينا بيتعامل بيها مع كلمة واحدة بس: الخوف. كيوساكي بيقول إن أكبر سجن الناس حبساه نفسها فيه هو الخوف من الخسارة. الفشل مش كارثة، الفشل ده جزء من التعلم، واللي بيخاف ياخد خطوة عشان ما يكسبش هو في الحقيقة خسران من قبل حتى ما يبدأ، خسر فرصة إنه كان ممكن يكسب. العقلية الغنية مش بتآمر، لا، هي بتاخد مخاطرة محسوبة، يعني بتدرس الموضوع وتاخد خطوة. طب لو الموضوع ما نجحش، مش نهاية الدنيا، بيقعدوا يحللوا الغلطة ويتعلموا منها ويرجعوا يجربوا تاني، بس المرة دي بخبرة وذكاء أكبر. الفشل بالنسبة لهم درس ببلاش. يعني الخلاصة في النقطة دي إيه؟ العقلية الأولى بتشوف إن اللعب في المضمون هو أكبر مكسب، لكن العقلية التانية شايفة إن اللي بيلعب في المضمون ده بيضمن حاجة واحدة بس، إنه عمره ما هيتقدم خطوة لقدام. وصلنا لآخر نقطة، ودي حتة بتلخبط ناس كتير. هل الشهادات الجامعية والتعليم الأكاديمي بيضمنوا إن الواحد يبقى غني؟ الإجابة للأسف لأ. في نوع تاني من الذكاء أهم بكتير في موضوع الفلوس. كلنا نعرف ناس مرتباتهم عالية جدا بس في نفس الوقت غرقانين في الديون. ليه؟ لأن ما عندهمش حاجة اسمها الذكاء المالي. القصة مش في كام فلوس بتدخل الجيب، القصة كلها في إزاي بنعرف ندير الفلوس اللي بتدخل دي. طب إيه هو الذكاء المالي ده؟ هل هو حاجة صعبة؟ خالص. هو ببساطة إن الواحد يفهم في 4 حاجات. أولاً المحاسبة، يعني يبقى فاهم أرقامه وفلوسه رايحة فين. تانياً الاستثمار، إزاي يخلي الفلوس تشتغل وتجيب فلوس. تالتاً فهم السوق، يعرف الناس محتاجة إيه. ورابعاً القانون، عشان يعرف يحمي فلوسه وينميها بالطرق الصح. والجملة دي هي اللي بتلخص الكتاب كله. الهدف مش إن الواحد يفضل طول عمره بيجري ورا الفلوس، الهدف إنه يبني نظام يخلي الفلوس هي اللي بتجري وراه. في النهاية الرسالة واضحة جدا، الحرية المالية مش بتيجي بزيادة المرتب، لأ، هي بتيجي بتغيير طريقة التفكير اللي بندير بيها المرتب ده.
قرار إن الواحد يكون غني أو فقير بيبدأ من جوه دماغه. ودلوقتي السؤال ده لكل واحد فينا. بعد كل اللي سمعناه ده، لو قعدنا مع نفسنا بصراحة كده، هنلاقي نفسنا بنفكر زي مين فيهم؟ الإجابة على السؤال ده ممكن تكون أول خطوة حقيقية في تغيير حياتنا كلها.